السلام عليكم. لو انت واحد من سكان القرى او من سكان الريف فالفيديو ده ليك. لك وجهة نظري في العيشة في الارياف، وانا على فكرة واحد من ارياف. من وجهة نظري انا عيشة في الارياف ما بقاش فيها غير ميزة واحدة بس، وقفة الناس جنب بعضها في الافراح وفي الاحزان. غير كده ما اعتقدش ان في ميزة تانية هتلاقيها في الارياف. دايما انتهاك الخصوصيات وحرمات البيوت، كل واحد عايز يعرف كل حاجة عن كل حاجة تخصك. غير كده فيها حقد وغل وكراهية اغلب من الناس. غير كده بيدموا من وراك وبيجيبوا في سيرتك حتى لو كنت صالح او فاسد. ابسط الحاجات، انت لو لبست نظاره شمس بيقولوا عليك انت مش عايز عيشه اهلك. للاسف الناس اللي عايشه في القرى او في الريف بيعانوا من حاجات كتيره جدا. عايز اقول لك ان انت في الريف بيحسدوك على اي حاجه معاك. يعني عايز اقول لك اقل حاجه لو انت بتغرق في البحر فمش هيقولوا ان انت بتغرق، لا، او مش هيبصوا ان انت بتغرق، ده هيقولوا ده اكيد بيتفسح، ده اكيد بيضيع فلوسه في حاجه وخلاص، ده اكيد شخص فاضي. مش هيبصوا ان انت بتغرق خالص. على فكره حرفيا ناس كتيره في الريف عارفه الكلام ده كويس. وعلى فكره انا من الريف وبقول لكم الكلام ده من ارض الواقع، وناس كتيره من الريف اكيد عارفه الكلام ده كويس. عشان نكون منصفين، رغم كل الحاجات اللي ممكن تكون موجوده سلبيات في القرى او في الريف، هتلاقي برضه في ميزات كتيره حلوه مش هتلاقيها غير في الريف. يعني ما اعتقدش ان انت ممكن تلاقي الحاجات دي في اماكن تانية غير الريف. وجامه وزي الرجوله وزي الجدعانه الناس مع بعضها، وزي ود الناس جنب بعضها، وزي وقفه الناس جنب بعضها في الافراح وفي الاحزان، ما اعتقدش ان الحاجات دي ممكن تلاقيها في المدن. رغم ان في الميزات الحلوه دي كلها، في مجموعه برضه من الناس بتعمل عكس ده تماما في كل الحاجات بقى، في الحسد، في الغيره، في الحقد، في الغل، في كره جاره، في كره الناس اللي قريبين منه، في كره قرايبه جدا. يعني بيعملوا عكس الحاجات الحلوه اللي انت ممكن تلاقيها في مجموعه قليله، عكسها مجموعه كبيره جدا بتعمل عكس ده. صعب جدا ان انت في الريف او في القرى تعرف تداري على شمعتك عشان على فكره الحاجات دي بتخلي الناس في الريف تعاني من حاجات كتيره جدا، زي المقارنه في كل حاجه، في الاكل، في الشرب، في اللبس، في الشكل، في الجواز. تقريبا حد وصلت لمرحله ان هي ممكن تخش في خصوصيات الناس. يعني انت خلفت معاك كام طفل، انت معاك كام بنت، انت معاك كام ولد، فلانه اتجوزت اديلها كام شهر ما خلفتش، اديلها سنتين ما خلفتش، اديلها 3 سنين ما خلفتش. يعني بقول لك بتخش في خصوصيات صعبه جدا ان انت اصلا تعرف تخش فيها. يعني اصلا ما ينفعش ان اي حد انسان طبيعي يخش في الخصوصيات دي. فلان طلع، فلان دخل، فلان طلع يفسح اولاده، فلان راح باولاده مصيف، فلان رجع من المصيف، فلان اشترى لاولاده فاكهه، فلان اشترى لاولاده لحمه. يعني عايز اقول لك بيخش في خصوصيات بيخلوا ناس كتيره بتفقد ثقتها في نفسها، التدخلات في الامور الشخصيه، يحسسوك ان انت اللي مختلف عنهم واللي انت اللي فيك الحاجه الغلط، رغم ان انت ممكن تكون ماشي صح. بس المقارنات دي والحاجات دي بتخليك دايما تفقد الثقه في نفسك. وعلى فكره المقارنات في الجواز بقت كتيره جدا. يعني حاليا في الظروف اللي احنا بنمر بيها والحياه بقت صعبه جدا، بيقارنوا الجواز. يعني فلان عايزه تجيب، لازما فلانه جابت ذهب كذا فلازم تجيب بنت عمها زي ما هي جابت، فلانه جابت في العفش بتاعها كذا فلازم بنت عمها تجيب زيها، فلان عمل شقه كويسه رغم ان هو عاملها في ايام كانت الحياه سهله فيها شويه، لازم يعمل زي اللي عمله بالظبط ابن عمه. تقريبا الحاجات دي بتخلي الناس في الريف ما بتعرفش تعيش بحياتها الطبيعيه. يعني بتخلي الناس تضطر ان هي تضغط نفسها في الحياه عشان خاطر المقارنات ما بين الناس. بيخلوا الناس بتضغط نفسها جدا وبتورط نفسها جدا في الامور الماديه بسبب ان لازم المقارنات تكون موجوده. زي ما جيرانك عمل كذا فانت لازم تعمل كذا. الحاجات دي بتخلي الناس بتتاثر نفسيا في حياتها عشان خاطر هم عايشين في الريف وفي نفس المجتمع اللي هم عايشين فيه. فالمجتمع متاثر جدا بالحاجات اللي زي كده، وناس كتيره بتعاني من الامور اللي زي دي. على فكره الامور دي وصلت بيوت كتيره انها خربت بسبب الافكار السلبيه اللي موجوده في الريف وفي القرى. يعني تقريبا في جوازات كتيره بتبوظ بسبب الموضوع ده. فلانه بتاخر بره، فلانه بتروح عند بيت اهلها كتير، فلانه جوزها بيخليها تروح عند بيت اهلها كتير، فلانه بتروح عند اصحابها كتير، فلانه اتاخرت بره، بنت فلان رجعت بالليل متاخر، ابن فلان بيسهر كتير بره، ابن فلان داخل معاه حد غريب. يعني الامور دي خلت بيوت كتيره خربت بسبب الحاجات اللي زي كده. فلو انت بقى فكرت ان انت تحاول تداري على افكارك او حاول تاخد جنب كده، يقولوا عليك خبيث، يقولوا عليك انت مش سالك، بيتهموك ان انت بتتعالى عليهم. يا صديقي العزيز، لو انت عايش في الريف فانا عايز اقول لك هو ده القانون الطبيعي في الريف. كل الكلام ده عشان احاول اعرف الناس اللي فيها الصفات دي. يا ريت تسيبوا الناس في حالها، ويا ريت ما تحسدوش الناس، ويا ريت تشوفوا كل واحد يشوف مصلحته، واللي متجوز واللي بيحاول يتجوز ربنا يكرمه، واللي يجتهد في مشروع فسيبوه يجتهد، واللي عنده طموح سيبوه يكمل طموحه، وما تركزوش في حياه الناس. الناس بجد بتعاني جدا من الامور اللي زي كده. اخيرا عايز اقول رساله للناس اللي عايشه في القرى وفي الريف اللي احنا اصلا اغلبيتنا منهم وانا واحد منهم، يا ريت ما تحسدوش الناس في تفاصيل حياتهم، وما تركزوش في تفاصيل الناس، وسيبوا الناس تشوف مصالحها. ما تعرفوش الناس قد ايه بتعاني في حياتها، واللي ربنا رزقه بمال او ربنا رزقه في حياته، فانتوا ما تعرفوش قد ايه هو بيعاني في حياته
واللي ربنا اكرمه في حاجه كويسه فانتوا ما تعرفوش قد ايه هو تعب فيها. حد بيسافر ومحاول يعيش اولاده في عيشه كويسه فانتوا ما تعرفوش قد ايه هو بيتعب جدا في حياته. الناس بتدفع ضريبه الحاجات اللي هم ممكن يكونوا فيها ومش حاسينها، ضريبه بتكون كبيره جدا عليهم. فيا ريت تسيبوا الناس في حالهم وعيشوا حياتكم وخلوا الناس تعيش حياتهم في امان وفي سلام. السلام عليكم، اشوفكم على خير.